السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساكم يا شعب الكويت الوفي، الحب والعطاء، وكلكم تاج على راسنا، لأن ما راح لو ندور في العالم مثل هالشعب ما راح نلقاه. يا حلوكم يا شعب الكويتي. رسالتي اليوم رسالة إنسانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، سمو القلب الطيب والسمو القلب الرحوم، السمو القلب اللين وأهل الفزعات، وإلى وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وزير الشعب كذلك، وزير الحب ووزير العطاء. اليوم رسالة إلى سموك إنسانية جدا وبحتا، وأنت رجل دائما فزاع لأهل الخير وفزاع لأهل الوطن العزيز الغالي على قلوبنا كلنا. اخواننا من البدون راسلوني كثيرا في التويتر وراسلوني في الواتسابات على اساس ان اللجنه المركزيه مالت البدون متحثه مع او متكلمه مع اللجان الخيريه والمبرات المتماثله فيهم انهم ما يعطون اي واحد الا ما يكون مجدد بطاقته. اليوم احنا بشهر الفضيل، شهر الانسانيه، شهر العطاء، شهر المبارك، شهر الزكاة، شهر الصدقات. الله سبحانه وتعالى يوم ذكر السائلون والمحرومون، ما قال تجديد بطاقة البدون ولا لديه بطاقة البدون نحن نساعده. فأرجو من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يعطي تعليمات الحلوة هذه اللي تفرح وتثلج صدور اخواننا البدون، على انهم ياخذون من اللجان الخيريه ويقدمون طلبات، يعني الثغره هذه مال سالفه تجديد بطاقه ومو تجديد بطاقه ان ينهيها، وان يستفيدوا من خيرات هذه الصدقات اللي الناس رايحه دافعه فلوس عشان توصل حق السائلين والمحرومون. وانت يا سمو رئيس مجلس الوزراء لا تقبل ان شهر الفضيل، شهر الطغيان على العمل الخير وعلى العمل الانساني، وكثير من البلدان يستفيدون من هذا، البلدان الفقيرة يستفيدون من هذه الصدقات، واحنا ابنائنا واخواننا في داخل بلدنا واحنا نبراس في عمل الانساني ننساهم ونحط لهم عثرة نقول لهم لازم تجددون بطاقتكم. فارجو بهذا الشهر يكون الشهر استثناء لاخواننا البدون. يا سمو رئيس مجلس الوزراء، انت اليوم فزعت حق اخواننا البدون، بعضهم اللي كانوا بيروحون يعالجون في الخارج وجدت لهم الجوازات واخرجت لهم جوازات، فهم هي صعبة عليك اليوم تعطيهم استثناء في هذه البطاقة انهم ينهونها ويروحون يقدمون طلباتهم حق اللجان الخيرية وياخذون اللي يكتب لهم فيه من نصيب. انا اعلم بان لن تخذلهم يا شيخ احمد النواف، ولن تخذلهم يا شيخ طلال الخالد. شهر الفضيل وشهر الخير وشهر الانسانية، الكويت تبقى هي العمل الانساني ورائد في العمل الانسانية فيكم وفي قيادتنا السياسية إن شاء الله وفي شعبها الكويتي. شكرا أخوكم جابر الصالح، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ هالكويت الحلوة ويحفظ شعبها الكويت الحلو ويحفظنا ويسهل أمورنا ويسهل أموركم ويصلح الحال ويصلح حالنا يا رب، وأن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان الكريم. أخوكم جابر الصالح، السلام عليكم.